الكلاسيكيه الجميله الانيقه، وانت راكبها اي واحد يشوفك من بعيد هيعرف ده راكب جولف. هي مش احسن تصميم، لكن من بعيد هتعرف حاجه كلاسيكيه كده، ليها وزن في السوق، ليها وزن على الاسفلت. الجولف MK 6 او الجولف 6 او الجولف 6 او ايا كان الاسماء، هي 6 في الاخر، اللي طلع من 2008 وانتهى في 2012، اللي طلع على عجاله بسرعه جدا كده، ما حققش نجاح كبير. تحس ان هو فيس ليفت اكتر منه جيل كامل، لان الاختلافات ما بينه وما بين اللي قبلها MK 5 مش كتير، حاجات بسيطه جدا، كلها كوزمتكس من بره وحاجات بسيطه جدا جدا من جوه. عشان كده هو ما حققش نجاح كتير. اللي يجيب جولف دايما بيقول لك انا هجيب فولكس فاجن جولف 5 وهجيب فولكس فاجن جولف 7. السته دي كده اتظلمت شويه، وبرده بينزل بنفس موديلاته اللي كان بينزل بيها قبل كده، فبينزل بالثلاث ابواب والخمس ابواب هاتش باك، السيدان او بين قوسين الجيتا، والهوت هاتشز بتاعتهم الجي تي دي الديزل، الجي تي اي البنزين، والار اللي الاقوى منه هو. ثم بعد كده الستيشن والستيشن جيتا المبنيه على الجيتا، وبعد كده الكروس جولف اللي مرفوع عن الارض، الكروس اوفر بتاعتها يعني، وفي الجولف بلس MPV اللي لو عايز تعرف اكتر عن MPV هتطلع لك اللينك اللي فوق على الشمال اهو، اللي لسه عامل لها تقييم من قريب. كده احنا بالصلاة على النبي خلصنا كل اجيال الفولكس فاجن جولف من 3 فولكس فاجن جولف 3 لغايه MK 8. كل الاجيال ده كانت اخر واحده ناقصاني، حطيتهم لكم تحت في توصيف الفيديو، ما اقدرش احطه هنا للاسف عشان هو اخر 5 فيديوهات هنا، فحط لكم فيديوهات ثانيه يعني عشان اتحفكم فيديوهات. المهم طيب احنا عارفين الجولف بتصنفها على انها عربيه كومباكت، زيها حاجات من وقتها الفورد فوكس، التويوتا اورس، الاوبل استرا، وكذلك برضو الكيا سيد وغيرهم. هتلاقيها في سوق المستعمل باسعار تتراوح من حوالي 3000 الى 12000 يورو بحد اقصى حسب الحاله طبعا. بالنسبه للسيفتي فهي جباره كالعاده، حسب اليورو انكاب خدت 5 نجوم من 5، بتنزل من اول فئه ب 8 ايرباجز، بيبقى فيها ABS ونظام ثبات الكتروني ASC فقط. عدد الفئات بتاعتها اللي بتنزل زيها زي ال5 وال7 بالظبط. اول فئه اللي هي الكومفورت لاين بتنزل بالجنوط ال 15 بوصه الحديد والفاضيه خالص من جوه، ثم بعدها الترند لاين بتطلع للجنوط ال 16 سبور، دي فيها بقى الاوبشنز حاجات زي الارم ريست اللي موجوده جوه، عجله القياده معموله بالجلد الصناعي الى اخره. ثم الهاي لاين ودي الفئه الاعلى فيهم اللكجري، دي اللي عندنا النهارده مع شويه فروقات بسيطه هقول لكم دلوقتي ما بينها، وهنتحرك اثناء الفيديو هشرح لكم ظاهره عامله ازاي الفروقات دي، لان اللي عندنا النهارده واحده اسمها التيم موجوده هنا اهي، دي حاجه ابجريدد شويه من الهاي لاين، عاملين هاي لاين بس للشباب اكتر خلينا نقوله يعني. ده هي سبيشال موديل نزلت كده في حوالي 2011. واخر واحده خالص كالعاده الار لاين التقفيل الرياضي الى اخره. وطبعا لو انت عايز تشوف الفروقات دي وتتحرك ما بين اجزاء الفيديو فافكركم بتقسيمه الفيديو لمجموعه من المقاطع الوقتيه اللي موجوده عندكم تحت في شريط التحميل. واول مره بتزورنا في القناه بس ما يوصكش اهم حاجه يا ريت الاشتراك وزرار الجرس ان شاء الله، عشان اقول لك ان شاء الله لما ننزل الفيس ليفت بتاعت الجولف 7 او الجي تي اي بقى بتاعت كله، لسه ما ابتديتش اي جي تي اي لسه خالص. الجولف 6 كانت بتتقدم ب 12 لون مختلف للجسم الخارجي، وجنوط من 15 الى 18 بوصه حسب الفئه. من قدام الشكل زي ما شفتوا هو الكشافات بس بقت بدل ما كانت مثلثه لا بدات تبقى رشيقه شويه مدببه من الطرف الشمال او يعني الطرف الداخلي، ومن بره بقت مقعره او مدوره، كلها بتبقى هالوجين. ممكن في اخر فئه تطلبها تبقى LED النهاريه فقط، شبكه عاديه جدا بعلامه جولف. ولو نزلت تحت هتلاقي الاكسدام العادي جدا هنا في الفوجات الاماميه اللي بتنزل فقط من تاني فئه. نتحرك على الجنب هتلاقي ان العربيه عشان هي ثالث فئه قاعده على الجنط ال 17 الجميل جدا، نسبته مع العربيه الصراحه جميل جدا. هنا ابتدت الجولف بقى تاخد الشكل الاعتيادي اللي كمل بعد كده، يمكن في الخمسه برده كان هو قوي. الرفارف الخلفيه القوسيه دي اللي بتنزل على طول على الجنوط بالشكل الصندوقي اللي احنا عارفينه بتاع الجولف. وبس يعني تنفيخه في جنب الكبوت، وبس هنا المرايات بتبقى فيها قشرات والازاز الخلفي بيبقى فمي. لو اتحركنا لورا هتلاقي نزل نفس تصميمات الجولف، الازاز الكبير جدا بالسكور الحلو اللي موجود. الكشافات برضو رفعت حاجه بسيطه عن قبل كده، كلها هالوجين بالكامل، وطبعا علامه فولكس فاجن هنا اللي بتفتح بيها الكبوت بتاعك، واكسدام عادي خالص بالسنسورز الخلفيه
بتاعته. من جوه طبعا زي ما انتم شايفين هو الكلاسيكي الجولف العادي خالص. التصميم هنا اختلف شويه عن 5، بقى مودرن شويه عن 5 واقل جوده من 7 بطبيعه الحال يعني. سنترال كونسول عادي خالص. يحتضن هنا الراديو الاعلى اللي موجود في اعلى فئه. بالمناسبه الشاشات اللي بتنزل في العربيه دي كلها كانت شاشات اوبشنال، فممكن تلاقيها في اعلى فئه وحتى في الار لاين وممكن ما تلاقيهاش. فعندنا النهارده الراديو العادي في الشاشه، في نوعين من الشاشات بتنزل، الشاشه العاديه والشاشه اللي فيها النافيجيشن. عايز تبص عليهم ممكن تبص على الفيديو بتاع مثلا الفولكس فاجن جولف بلس، حطيته لكم فوق، او الباسات بتاعتها برضه حطيته لكم في اللينك اللي فوق ده. الاثنين دول كان فيهم الشاشه دي لو عايز تعرف اكتر عنها. واخر واحده فيهم الشاشه الاكبر بتنزل بكاميرا حتى خلفيه. تمام. طيب عندنا هنا ايه اللي موجود؟ حتى هنا المالتي، عجله القياده هنا الطاره الصحه الرياضيه اللي موجوده الجميله، لكن طبعا هنا مش مالتي فانكشن ويل، ده بيبقى اوبشن زياده برده بتدفعه. تمام. من اول 7 ده بينزل من ثاني فئه، لكن من هنا ما بينزلش خالص حتى في اعلى فئه، بينزل بس في الار لاين. تمام. حتى الشاشه اللي قدامنا دي هي شاشه ثابته ما اقدرش العب فيها، كل اللي اقدر اعمله بس ان انا من هنا بظبط الساعه بتاعتي لو انا عاوز، او ان انا بتحرك على الاوبشنز الموجوده بس كده. ما اقدرش اعمل اي حاجه ثانيه للاسف في الشاشه دي، هي شاشه ثابته مونوكروم لون واحد فقط. لكن التقفيل الجلد الصناعي اللي موجود هنا لذيذ. الكراز هنا معموله بالقماش. في الهاي لاين بتبقى الحته دي معموله بالجلد زي ما قلت. اللي عندنا التيم دي هي حاجه سبيشال موديل نزلت فمعموله بالقماش اللي هو بتاع الفئه اللي قبلها. المواد اللي فوق لازالت سوفت تاتش الصراحه وجميله جدا، لكن كالعاده هنا والله بلاستيكات، بس هي مش بلاستيكات رخيصه، هي فيها ملمس ناعم شويه كده، تلمسها فيها ملمس ناعم. وهنا من تحت تقفيل قماش. الكلام ده ما بقاش موجود في الجولف 8. الجولف 8 لو بصيتوا عليها كانت بلاستيكات القديم. يلا هنا برضو لازال في سوفت تاتش الى حد ما. مساند الايدين هنا والله واو طريه جدا. الهاند ريست ده ما بينزلش في اول فئه خلي بالكم زي ما قلت، وبيطلع لقدام وسوفت جميل الصراحه، مش زي هنا، لكن ممكن تنسى ايدين وانت بتسوق. لكن هو طبعا عيبه الوحيد ان هو قافل على الفرامل اليد، هتضطر انك تدخله تنزل فرامل اليد بتاعتك. المساحات اللي موجوده والله مش بطاله. درج التابلو واو كبير جدا. لو انتوا حاسين مش عارف باين في الفيديو ولا لا، كعاده كل عربيات الجولف الكابينه بتاعتها الواسعه دي مداك واسع وراحه حلو جدا. حتى لما بتطلع على الطريق وتسوق هي مداك واسع حلوه قوي، وانت بتتحرك جوه الكرسي لازال الكرسي واسع وجميل. مساحات الكتاف جميله جدا. هي العربيه المتميزه فيها الراحه. هنا المرايه بتنزل بالديمينج افكت. على الشمال هنا في الكروز كنترول والسبيد ليميتر بتاعنا في الدراع، الحمد لله انا موجود، ده من ثالث فئه بس. لكن هنا الاضاءات والكشافات والمرايات وكل حاجه موجوده في الزاويه اللي فوق اللي احنا عارفينها بتاعه الجولف، ما اتغيرتش خالص. ويوب الباب اللي هنا تشيل ازازه 1.5 لتر مستريح، لازالت كبيره وجميله ومكمله. طبعا في مكان صغير هنا يعني ما يكفيش صراحه انك تشيل حتى موبايل ولا اي حاجه. وهنا في تقفل التراكشن كنترول بتاعك. وفي هنا طبعا اوتوماتيك باركنج لان ده بينزل من ثالث فئه. تمام. بيعتمد بس على السنسورز اللي موجوده في العربيه. ما انصحش بيه قوي، لكن في ناس اسمع ناس جربته وبتقول عليه اوكي بينفع. انا الصراحه ما اثقش فيه يعني، خاصه ان مفيش كاميرا يعني. تمام. هنا في البانل الصغير ده 2 كاب هولدرز. تمام. لكن فيهم زي حاجه بتتحرك كده لو انت عايز تقفل على الكوبايه بتاعتك. تعالوا كده نعمل التجربه. في واحد مستواه اعلى عشان ده مثلا هو ما ينفعش بالكوبايه، لكن المستوى الاوطى لو فتحت كده وقفلت عليه بتمسكها كويس جدا ممتاز. مخرج اوكس ان واحد. مكان تخزين هنا برضو صغير. وفوق هنا مكان لنضاره الشمس بتاعتك. المسات بتتفتح عادي خالص باضاءه بمرايه ممتازه الصراحه على الجنبين. والتقفيل زي ما قلت التقفيل الجيد جدا اللي موجود في الجولف. مفيش فرق كبير بينها وبين على فكره زي ما قلت الجال اللي قبلها. الترم بس ده يمكن البلاستيك ده موجود برده من ثالث فئه، لذيذ الصراحه وجميل. وراديو عادي جدا، هو لون واحد الصراحه، لكن يعني هو بسيط، راديو عادي خالص مفيهوش اي حاجه. التكييف هنا ديول زون ده من ثاني فئه، وفي الاوتو بتاعه طبعا ديول اهو بدوس عليه، وفي تكييف وفي الاوتو بتاعه. تمام. الكراسي اللي ورا بسرعه كده ايه الجديد اللي فيها؟ ناخد الازازه الجباره بتاعتنا. فتحة الباب لازالت ممتازة بنفس التصميم زي ما قلنا. خش عادي خالص مش هتضايقك ولا هتضايقك في انك تدخل كرسي الاطفال بتاعك ايا كان حجمه. بس هنا جيوب الباب هنا صغرت جدا ورا، صغرت جدا، لكن لازالت متبطنه بالقماش عشان لو اي حاجه موجوده جوه ما تعملش صوت. لكن بصوا ما يخش ازازه 1.5 لتر للاسف. ها مع السلامه مفيش مكان. مساحات الركبه ممتازه، لازالت الراس برضو اكتر من ممتازه. الرجل بتلعب تحت الكرسي مستريح. النفق العالي بتاعهم هو لكنه رفيع. وهنا في مخارج او فتحات تكييف، ومكان تخزين صغير هنا ب2 كاب هولدر متكيفين. تمام. عشان تحط الكاب هولدرز بتاعتك، لكن ما فيش طبعا اي مخرج يو اس بي والكلام ده كله يعني. هي بس فتحه 12 فولت قدام بتحط فيها مخرج اليو اس بي بتاعك.
اختبار الازاز لازال برضه نفس المشكله، ما بينزلش لغايه الاخر مع انه كبير جدا وجميل للاطفال عشان يبقى عندهم رؤيه بانوراميه. طبعا كالعاده مثلا الايدين الممتاز الصراحه اللي موجود في العربيه دي، تمام، لكن هو ما فيهوش اي كاب هولدرز، هو متقفل خالص. بالمناسبه ده بينزل اخر فئه بس، الهاي لاين بس. والمكان طبعا تثبيتات الايزوفيكس. ان الكرسي اللي في النص ممتاز، اكتر من ممتاز في اي عربيه من فئه الكومباكت هاتشباك او سيدان. ده احلى كرسي في النص. انت قاعد مش متضايق قوي، واسع، مش ناشف، انشف يمكن 10% من الكراسي الجانبيه. مقبول الصراحه وكويس جدا. وفي هنا جيبين للراكبين اليمين والشمال. تعالوا نشوف بقى الشنطه بسرعه كده. الشنطه سعتها التخزينيه 350 لتر، اصغر من اللي بعد كده اللي ابتدى الجولف 7 بقى 380، ففي 30 لتر اقل، لكنها مربعه وصريحه. قدرنا نحط فيها شنطه سفر كبيره، 2 وسط وواحده صغيره كالعاده. هنا في بروز تحميل الصراحه عالي، ما كانش في لسه فكره الارضيات الكدابه اللي نزلت من الجولف 7 وما بعدها، فهتتعبك عشان انت بتاخد الشنطه الثقيله بتاعتك. لا مش هرميها المره دي، لا ارميها خلاص. الاوبشنز الموجوده بس هنا في خطاف، فتحه 12 فولت، واماكن لربط الشبكه. ولو الارضيه طبعا رفعتها هنا هنلاقي هنا اماكن للتخزين. الحمد لله العربيه نازله بالعجله الاستم. طبعا في الفتحه اللي بيسموها الثرو لودنج عشان تحمل حاجات طوليه. نزل الكراسي اللي قدام، للاسف مش هيديك مساحه مستويه قوي، لا في زاويه طبعا هنا، تمام. ما كانش لسه عاملوا ارضيه كدابه زي ما قلت، لكن زود لك السعه التخزينيه بتاعتك ل 1305 لتر. تاخد الشنطه بتاعتك بسرعه بسرعه بسرعه، لازم بقى تزقها لفوق كده. ما قلت لك كانت بتنزل بيها، حصل لها شويه تحسن. انتم شايفين طبعا لا زالت على مساعدين ومساعد واحد، في عزل حراري فوق متقطع شويه مالناش دعوه، وشيلدنج لذيذ في الموتور. طيب مجموعه المواتير اللي كانت بتنزل بيها كان في مواتير بنزين ومواتير ديزل، فيهم تنفس طبيعي وفيهم تربو. تي اس اي تعرف على طول انها التربو، الاف اس اي او من غيرها يبقى تعرف ان هم التنفس الطبيعي. كلهم 4 سلندر، معظمهم جر امامي، الا كم واحد بس في الديزل هتلاقيهم الدفع الرباعي. طيب اللي عندنا النهارده الموتور اللي هو ال1.4 التي اس اي اللي مربوط بنقل الحركه ال6 سرعات المانيوال. ده بيولد معاك 122 حصان و200 نيوتن متر من العزم. سرعته القصوى 200 كم في الساعه، بتسارع من 0 إلى 100 في 9.5 ثانيه. معدل حرقه للبنزيني جيد نسبيا، 6.2 لتر لكل 100 كيلو. على الطريق الاختلافات ما بين جولف 5 و6 مش ملحوظه قوي، المواتير بس اتحسنت شويه زي ما شفتوا من شويه، فاصبحت ريفايند اكتر، محسنه اكتر، ادائها بيتحسن، طلع لك قوه حصانيه اكتر. لكن هي تقريبا العامل الاساسي اللي بيغلب على العربيه دي طبعا عدم المتعه، فالعربيه مش ممتعه خالص في سواقتها زي ما احنا عارفين، لكن فيها ثبات كويس جدا اللي انت عايزه او متوقعه في عربيات جولف كلها، العربيات الفولكس فاجن جولف. ثبات حلو جدا زي ما انتم شايفين. احنا طالعين دلوقتي على طريق ملتوي، تمام. الاداء فيها كويس، لكن لو خدت كورنر ولا حاجه شديد ولا حاجه بملف شديد، فانت عارف العربيه بيبقى فيها ميل على السقف العالي اللي موجود فيها، ونظام التعليق بتاعها مش ناشف قوي عشان يديك السواقه الرياضيه. صح هو مالتي لينك، تمام، اللي هو الخلفي، الامامي طبعا ماكفيرسون، لكن اداء انا شايفه ان هو موزون جدا، او مش موزون، خلينا نقوله اكثر مايل اكثر للراحه. العربيات الجولف كلها يعني عزل الصوت لازال فيها على الطرق السريعه برضو جيد جدا. طلعنا بيها وتسرعنا بيها وجرينا بيها. الملاحظ هنا ان على الجولف 5 هنا طبعا بقى فيه تكنولوجيا اكتر، بقى فيه جير شيفت، هنا بيقول لي على طول انقل الجير اللي بعده، الكلام ده كله. الريفتنج بتاعك ما بيعلاش قوي اللي انا ملاحظته. والحاجه الجميله جدا في العربيه دي ان التربو اللي فيها الصراحه بقى جيد جدا. استجابه التربو، بص انا شايل رجلي من البنزين اهو، دوست رجلي لاج ثانيتين بالظبط، تمام. مواتير التي اس اي الصراحه من اول الجولف 6 انا ابتديت اشوف انها اتحسنت جدا وبقت جميله جدا عن الجولف 5، ده يمكن اكبر فرق ما بينهم. غير كده الرؤيه ممتازه قدام، بص الاي بيلرز لا تكاد تكون موجوده، كذلك برضو الرؤيه الخلفيه جيده جدا، تمام. عندنا هنا السنسورز الخلفيه اللي موجوده، ساعات بلاش كتير في الخمسه، لا احنا من اول ثالث فئه، من اول ثاني فئه كمان بتنزل السنسورز الخلفيه دي، فبالنسبه لك هتكفيك في الركنه والتحرك والكلام ده كله، ممتازه.
الشاشه في بتنزل بالكاميرا الخلفيه، اخر واحده فيهم على ما اتذكر، اخر فئه فيهم لو جبتها بالكاميرا الشاشه الكبيره خالص بيبقى فيها كاميرا خلفيه، لكن طبعا نادر جدا تشوفها في سوق المستعمل، يعني مستحيل اساسا تشوفها، يعني ده لو شفتها هنا هتبقى نوادر جدا وهيبقى سعرها عالي يعني. غير الجولف 5. طيب الحاجه الجميله جدا هنا برضو هو في الموتور المانيوال اللي عندنا ده، غير الجولف 5 لما بتشيل بس رجلك من البدربرياج، حته انه يلقط الموتور يلقط معاك والريفتنج يبتدي يعلى، مديك براح احسن من الجولف 5، فبقى سهل لك الحكايه. لكن هنا برضو لازال الحركه في اللطشه، بصوا القويه بتاعت الفولكس فاجن دي هي رجوليه شويه الصراحه، هي العربيه مش يعني مش حريمي خلينا نقوله يعني، لكن ده جولف يعني ما فيش اي فرق بينها، حتى لو قارنتها باللي بعديها السبعه فالفروقات برضو لازالت مش كتير قوي، يعني الاداء مش مختلف خالص. انا شايف ان هو الاداء السبعه بالظبط، يعني بالظبط زي ما قلت هي طلعت على عجاله كده الجيل ده 4 سنين ونقل على طول على الجولف 7 اللي كان فيها تصميم احسن طبعا من السته. تمام. جوه المدينه راحه كويسه جدا، المالتي لينك زي ما قلت امتصاصه جيد جدا في الصدمات ممتاز، لكن الطرق الملتويه هي العربيه دي مش قويه قوي فيها، لان هي زي ما قلت في نسبه ميلان، لكن مين هياخد طرق ملتويه وياخد دورانات قويه جدا على طرق ملتويه؟ مين هيعمل كده؟ ما حدش بيعمل كده، الناس كلها بتسوق السواقه العاديه يعني. فكراحه انا شايف انها مريحه جدا ومفيش اي فرق بينها وبين اللي قبلها واللي بعدها غير حاجات بسيطه جدا تكنولوجيه كلها وميكانيكيه بسيطه جدا. هي في الاخر الجولف كلاسيكيه خلينا نقول ممله يعني. صباح الفل. في سوق المستعمل هي مش هتلاقيها كتير قوي زي الجولف 7. السبعه حققت نجاح اكتر من دي، لان دي ما زودتش كتير عن الجولف 5 غير انها بقت ارشق شويه، بقت احلى شويه، مش هتلاقيها كتير. لكن زي ما قلت هي مش حاجه واو، ممكن تسترخص شويه عن وتجيب حاجه اقل من السبعه لو انت عايز السبعه، او عايز تجيب حاجه اصيع شويه من الخمسه. ده الكل اقدر اقوله. الموتور ال1.4 لتر TSI هو ده الموتور البيرفكت بالنسبه للعربيه دي، لا هو حريقه جامده قوي، لا هو ضعيف، لا هو مشاكله كتير، العادي جدا. المانيوال بتاع فولكس فاجن انا ما بحبوش، لو عرفت تجيبها الاوتوماتيك DSG حلو الصراحه وهيبقى اريح. المانيوال طبعا هو هيبقى ارخص، ده كل اللي فيه. قعدتنا طبعا مختصر العربيه في الشيك ليست. انا هطلق لكم العنان عشان تقولوا لي اعمل الفيديو اللي جاي ايه، انه واحده من فئات الجولف المختلفه، سواء الهوت هاتشز الموجوده او الستيشنز او حتى السيدان. انا عملت الجولف بلس قبل كده، وعملت الفولكس فاجن سبورتس فان، حطيتها لكم برده في اللينك اللي فوق ده، فانتوا شوفوا عايزيني اعمل لكم انه واحده فيهم كعربيه او كنسخه GTI، سواء من الخمسه او الاربعه او الجولف 6 او 7 او 8 او ايا كان، في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والاشتراك من الزرار ده. السلام عليكم.